موضوع تبسيط الطوس الحر كيشغل بال الكثير من الناس المهتمين بهذا المجال، واللي كيشغلهم أكثر هو كيفاش نعرف واش عندي تبصيل الطوس الحر اللي الثمن ديالو غالي ولا لا. ولاحظت أن الكثير كيتطرق لهذا الموضوع عبر مجموعة من الفيديوهات، لكن بدون معرفة مسبقة وبدون بحث على أصل وثمن تبصيل الطوس الحر الحقيقي. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على تباصيل الطوس منذ الظهور ديالهم وأثمنتهم الحقيقية، وكذلك على تباصيل الطوس المعروضين في متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس. تابعوا معنا، وكنتمنى تدعمونا باشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو لنستمر بكل جد واجتهاد. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. ظهر تبصيل الطوس الحر أول مرة في عهد الموحدين اللي حكموا بلاد المغرب والأندلس خلال الفترة الممتدة بين 1121 ميلادية و 1269 ميلادية. رسم طائر الطاووس المأخوذ من شعار المرابطين على الصحون المقدمة للضيوف كان بمثابة رمز للدلالة على الرزق والخير اللي كانت كتحظى به الدولة الموحدية في ذاك الوقت. في الأول كان كيقتصر تبصيل الطوس على موائد الأمراء والأعيان، لكن بعد ذلك انتشرت لتكون مظهر من مظاهر العز والرزق. ومن هنا جاء رمز الطاووس اللي كنشوفوه لحد الآن في الصحون اللي موجودة في كل بيت مغربي. والكثير كيتسائل علاش كنلقاو في ظهر تبصيل الطوس طابع على أنه مصنوع بالصين إلا كان الأصل ديالو من الموحدين. كما كنعرفو كاملين، الصين منذ خمسينات القرن العشرين عرفت ثورة صناعية كبيرة، وبداية قامت صناعة مجموعة من المستلزمات الأساسية المطلوبة في السوق العالمية، وبينهم الأواني، بالأخص تبصيل الطوس اللي قامت مجموعة من الشركات الصينية كما كنقولوا بكوبي كولي لصحن الطوس الحر، مع إضافة بعض النقوش وكتابة كلمة باللغة العربية الطاووس الحر على ظهر صحن الطاووس، وهذا كيدل على أن عنده علاقة وارتباط بالعرب وخصوصا المغرب، وأنه يستهدف السوق المغربية. الاختلاف الموجود بين تباصل الطوس منذ ظهورها إلى يومنا الحالي هو اختلاف كبير، بحيث فاش يلاه ظهروا كانوا كيتصنعوا من مواد كالطين مثلا، وفي وسط التبصيل كانوا كيقوموا برسم طائر الطاووس وتزيينه بعض النقوش، والرسم كيكون باليد. ومع مرور الوقت اختلفت المواد المصنوع منها، وحتى الرسوم الموجودة فيها ولات كترسم بالآلات، مما أدى إلى انخفاض الثمن ديالو بشكل كبير. بالنسبة للأنواع ديالو، هناك نوعين حاليا موجودين بكثرة في كل بيت مغربي. الأول تبصيل الطوس الأزرق الفيروزي، اللي متعارف بين المغاربة على أنهم كيقوموا في الحفلات والمناسبات بتقديم اللحم فيه للضيوف. والآخر تبصيل الطوس الأحمر اللي كيقدموا فيه الدجاج خلال المناسبات المغربية. بالنسبة للأصناف ديال تبصيل الطوس الحر والأثمنة ديال كل صنف، كنلقاو الصنف الأول هو القديم جدا، مصنوع من مواد قديمة ومرسوم باليد. هذا الثمن ديالو يقد يوصل حتى ل 7000 درهم فما فوق. الصنف الثاني قديم شوية، مرسوم باليد، الثمن ديالو ما بين 2000 و 3000 درهم. الصنف الثالث ما قديمش بزاف، لكن مرسوم باليد، الثمن ديالو 500 درهم. الصنف الرابع هو الموجود حاليا في الأسواق، مصنوع من زجاج عادي ومرسوم بالآلات، الثمن ديالو ما كيتعداش 100 درهم. إذا الأصناف كتختلف على حسب تاريخ ومواد الصنع وطريقة الرسم اللي كتعتبر مهمة في تحديد التاريخ الحقيقي لتبصيل الطوس. وكذلك باش ما ننساش، بعض الأنواع من تباصيل الطوس اللي ساوية الثمن كتصدر صوت مثل هذا اللي غتسمعوا دابا أثناء الطرق ديالها بالأصبع. هذا كيدل على أن المواد اللي مصنوع منها ماشي مواد عادية ورخيصة.
تبصيل الطوس وصل لمتحف اللوفر المتواجد بالعاصمة الفرنسية باريس بقسم الفنون الإسلامية، واللي كيرجع تاريخ الصناعة ديالو ما بين 1540 و 1550 ميلادية بإسطنبول، لكن مازالوا غير متأكدين بالضبط من المكان اللي تصنع فيه. وهذا كيبين على أن تبصيل الطوس الحر ظهر من مئات السنين، وتم التوارث ديالو من جيل لجيل حتى ليومنا الحالي. وكإشارة أخيرة، كنشوف في مواقع البيع المعروفة وفي مواقع التواصل الاجتماعي البعض كيقوم بعرض تباصيل الطوس للبيع بأثمنة كبيرة، لكن كيجهلوا التاريخ والمواد وطريقة الصنع ديالها. يعني ضروري الفحص ديالهم من طرف الخبراء في هذا المجال، وبمساعدة تقنيات حديثة لتقييمهم وإعطائهم ثمن مناسب. وفي الأخير كنتمنى من الإخوان الدعم للقناة باشتراك وإعجاب الفيديو إذا عجبكم بطبيعة الحال، وهادو مقاطع أخرى ممكن تعجبكم. وشكرا على المشاهدة.